السلام عليكم احبابي. سمعوا قصه للعبره. يعني اللي متابعين الصفحات ديالي على مواقع التواصل الاجتماعي عرفوا بلي مؤخرا حطيت واحد المنشور على اساس عندي واحد لا كونفيرونس دو بريس كبيره اللي غادي تكون في الجامعه اللي معروفه عالميا اللي هي هارفارد. فرحت بزاف لان يعني انك تكون فنان بين الفنانين بزاف، تم الدعوه ديالك للجامعه اللي عندها تاريخ واللي عندها فالور كبيره، فهذا شرف ليا، كنت فخور بزاف. وكذلك حتى كفنان في المحطه يعني محطه مهمه في المشوار الفني ديالي. من خلال هاد لا كونفيرونس هادي كانوا غادي يكونوا صحافه، كانوا غادي يكونوا كذلك حتى ستودنت ديال هارفارد يونيفرسيتي، و يعني كنت غادي نتكلم على المشوار الفني ديالي، كنت غادي نتكلم على المحطات اللي مريت بها، على البدايات ديالي، على الفن، نوعيه الفن اللي كنقدم، على الثقافه ديال الثقافه المغربيه وكذلك حتى الفن المغربي. والغريب في الامر هو انني البارح كان عندي الطياره لنيويورك، جيت باش ندير التسجيل في المطار باش نشد الطريق نيويورك باش نباتوا واحد الليله او ليله في نيويورك ومن بعد نمشيو لبوسطن للجامعه. وصولي للمطار من جينا نديروا التسجيل، داك السيد اللي كيسجل تما قال لي اودي راه عندك رفض، ممنوع عليك تدخل التراب الامريكي. تفاجات، يمكنش لينا انا علاش غادي يعني يتم منعي من دخول التراب الامريكي؟ شنو غادي كاع نكون داير؟ وفنان كيقدم الفن، ما عندي لا انتماء سياسي ولا انتماء لاي جهه او منظمه، كنقدم الفن ديالي كنقدمو بطريقه جميله بطريقه زوينه اللي تليق بيا انا كشخص، وكذلك كتمثل الثقافه او الفن ديال بلادي بصوره جميله. وهاد التظاهرات انا عزاز عليا بزاف لان من خلالهم كنبرز الفن ديالنا والتراث ديالنا والثقافه ديالنا ومن خلاله حتى الناس كيتعرفوا على المشوار الفني ديالي. اذا ما قالوا لي انت غير مسموح وغير مرغوب فيك انك تدخل في امريكا. حاولنا نتواصلوا مع دوك الناس اللي تما، حاولوا يعيطوا لذاك المكتب ديال ليميغراسيون، ما عطاهم حتى شي جواب، كيقولوا لهم غير كاين رفض. قالوا لنا خصكم توجهوا للسفاره او القنصليه في البلاد اللي نتوما فيها وتشوفوا معهم المشكل، هما غادي يقدروا يعطيوكم معلومات اكثر. من خلال يعني الاتصالات اللي قامت بها الجهات المنظمه وكذلك حتى الفريق ديال العمل ديالي اللي يشتغل معايا، توصلنا بالرد. والرد هو رد مفاجئ صراحه، انا ما كنتش ننتظره. هو انني انايا مؤخرا زرت بلد من البلدان اللي هما عندهم في واحد لا ليست. اذا بين هاد الدول هادو كاينين امريكان دايرهم في واحد لا ليست، الناس اللي زاروا هاد الدول يقدروا يرفضوهم انهم يدخلوا للتراب الامريكي. وهذاك الشيء اللي وقع لي انا، لان مؤخرا زرت العراق، وفي هاد لا ليست كاين العراق، كاين ايران، كاين افغانستان، كاين الصومال، كاين لا ليست، يعني كاين هادو دول اللي كانوا فيهم حروب ومشاكل اذا هذيك الزياره ديالي للعراق، لان مشيت انا هذه واحد الشهر ونص للعراق، فزت بواحد الجائزه اللي هي افضل فنان مغربي. التظاهره اللي كانت كبيره بزاف، زوينه بزاف، وكنشكر بزاف المنظمين على هذه الجائزه هذه. فمن خلال هذه السفريه ديالي للعراق تم منعي من دخول الولايات المتحده الامريكيه، كامل التراب الامريكي منعوا ندخل. حاولنا نحلوا هذا المشكل، قالوا لك اودي هذا المشكل يتحل، يعني خصك تمشي للقنصليه البلاد اللي تكون فيها وغادي دير معهم اجتماع، غادي يسولوك، غادي يطرحوا لك اسئله، غادي تشرح لهم علاش مشيت وشنو درت ويتحل هذا المشكل. غير هو ما غاديش يتحل في الوقت الحاضر لان لا كونفيرونس كاينه لو 12 وكاينه لو 13، ما غاديش نقدروا نكونوا ان شاء الله غادي ناجلوها. والحل ان شاء الله من بعد غادي يتحل وما يكون حتى شي مشكل. العبره من هذا الشيء هو اننا دائما خاصنا نقولوا الا ما كتبت لنا شي حاجه، واخا نكونوا معولين عليها، واخا نكونوا باينين عليها طموحات ديالنا واوبجيكتيف ديالنا وربي ما يسرش فيها، دائما نقول في راسك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كل تعطيله فيها خير، الا ربي حيد لك شي حاجه يعوضك ما احسن منها. الحمد لله. يمكن هذيك المجهه ديالنا ما كانش فيها الخير. لا، من خلال هذا البوست غادي نقولوا للناس اللي كانوا ينتظرونا نعتذر، لانني ما غاديش يكون بالامكان ديالي نحضر معكم. نتمنى ان شاء الله نلتقيو في فرصه اخرى. كاين ان شاء الله محطات جميله جايه في المستقبل، وكاين اخبار زوينه جايه في المستقبل. دائما 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 عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خير فيما اختاره الله. السلام عليكم.